دول ماجي وجاك اللي متربيين مع بعض وأهلهم يعرفوا بعض وعارفين كل حاجة عن بعض وبيشتغلوا مع بعض، ولكنهم مش بيحبوا بعض عشان محدش يفهم غلط. يعني هما مجرد أصدقاء يعادل بيه زي ما احنا عارفين يعني، وهما بيشتغلوا مذيعين في المحطة الإذاعية المحلية في برنامج أنا والنجوم وهواك الأمريكي، بس مش بيبقوا بيتكلموا عن المشاكل العاطفية للناس absolutely، لأنهم بيتكلموا عن حياتهم هم أصلا. وده لأن لما البرنامج بيبدأ بيتكلموا عن الحفلة اللي عيلتهم بتعملها قبل راس السنة، وبيعرفوا الناس إن أهلهم أصحاب من فترة طويلة وشركة في مطعم بيقدم موسيقى الجاز، وبيفضلوا هما الاتنين يتكلموا عن سيرينا وهانتر اللي مرتبطين بيهم. وماجي بتقول لجاك أنا ما أقدرش أقدم حبيبي الأهلي دلوقتي خالص لأننا مرتبطين من 6 شهور بس، يقولوا عليا إيه واقعة. وجاك بيقول لها أنا كمان ما أقدرش أقدم حبيبتي الأهلي في الحفلة اللي بنعملها كل سنة قبل الكريسماس لأن لسه علاقتنا ببعض مش قوية كفاية علشان أعرفها بأهلي، يقولوا عليا إيه واقع. وفي البريك جاك بيقول لها إنه جعان جدا، فبتقوله إنها جايبه له أكل معاها، وبيكملوا كلامهم عن هانتر حبيبها. وبيفضل جاك يتريق عليه وبيقول لها يا ستي ده بيلبس شيرزات موضة الستينات. فبتقول له ماجي طب على فكرة بقى أنا أكتر حاجة عجباني فيه هي شيرزاته، وبعدين قول لي اسم واحد من اللي أنا ارتبطت بيهم قبل كده كان عجبك وما تريقتش عليه. فجاك بيقول لها اتنيلي انت أصلا عمرك عرفتي حد عليه القيمة؟ فبتقول له ماجي حوش حوش، وبتسيبه وبترجع للمكتب. وبعدها بيتفاجئوا بديب مديرة الإنتاج، وهي بتقول لهم إن البرنامج بتاعهم مكسر الدنيا وعدد المتابعين ليهم بقى كتير جدا، وبتقول لهم إن جاد كارفورد الإذاعي المشهور عايز ينتج لهم برنامج يتذاع على راديو الساتلايت، وده معناه ان البرنامج بتاعهم هيتذاع على مستوى امريكا كلها مش الولايه بتاعتهم بس. وطبعا ماجي وجاك بيكونوا مبسوطين جدا وما بيصدقوش ان برنامجهم هتسمعوا امريكا كلها. فديب بتقول لهم ان جاد عاوز يعمل لهم بس تجريبي في خلال 5 أيام كامتحان ليهم يعني، علشان يعرف اذا كان برنامجهم هيعجب المستمعين على مستوى امريكا ولا لا. ولما ديب بتخرج وبتسيبهم جاك بيقول لماجي دلوقتي وقت السلام السري بتاعنا، وبنشوفهم وهم بيسلموا على بعض وبيرقصوا وبيغنوا. وفي نفس ذات اللحظة بيوصل هانتر حبيب ماجي واللي بيقول لها معلش سوري ممكن أتجاوز حدودي وأعرف انتوا بتعملوا ايه بالظبط. فماجي بتقول له ولا حاجة ده مجرد سلام بريء يعني وتعبير عن الفرحة مش أكتر. وبتقول له تعالى بس وأنا هفهمك، وبتاخده وبتخرج من المكتب. وبيقول لها هانتر أنا الحقيقة مش قادر أفهم طبيعة علاقتك انت وجاك، انتوا بتعملوا كل حاجة مع بعض وعندكم سلام مخصوص ليكم انتوا الاتنين وانا لأ، وبتحضروا حفلة راس السنة كل سنة مع بعض، هو في ايه بقى؟ فبتقوله ماجي لا مخك ما يروحش لبعيد، انا وجاك مجرد اصدقاء بس انا شايفة انك محتاج لي شوية وقت علشان تقابل عيلة جاك. فهانتر بيقول لها وانا ايه علاقتي بعيلة جاك ده؟ انا هقابل عيلتك انتي. فماجي بتقول له هانتر عيب ما تقولش كده، احنا وعيلة جاك اهل بالظبط. ولما بيسألها اذا كانت بتحس باي مشاعر ناحية جاك فبتقول له مين انا؟ لا طبعا احنا مجرد اصدقاء بس يعني. وبتغير الموضوع وبتقول له بس اوعى الشرز هياكل منك حته. فبيقول لها ولسه لما تشوفي باقي الدستة اللي جبتها من نفس النوع واللون هتنبهري كده. وفي نفس اليوم بالليل بتكون ماجي هي وجاك في طريقهم للمطعم، وساعتها ماجي بتحكي له على الحوار اللي دار بينها وبين هانتر، وبتقول لجاك ان هانتر متضايق لانه مش هيحضر معاها العشاء السنوي بتاع عيلتها. فبيقول لها ومين سمعك؟ سيرينا كمان زعلانه ونكدت عليا وما هديتش غير لما وعدتها ان انا اخدها معايا السنه اللي جايه عشان تقابل اهلي. مش فاهمه يا جماعه هو انتوا ما ينفعش تقابلوا اهاليكم غير كل سنه مره؟ المهم بيدخلوا المطعم واهلهم بيستقبلوهم وبيسلموا عليهم، واخت ماجي وجوزها وابنهم بيوصلوا وبيقعدوا كلهم يتعشوا مع بعض. وساعتها بيفتكروا مامة ماجي اللي ماتت من 5 سنين وبيفتكروا كلامها وقعدتها معاهم. وماجي بتقول لهم على الوظيفة الجديدة اللي اتعرضت عليهم، وساعتها كلهم بيهنوهم وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعد العشاء جاك بيعرف من ابوه ان ما بقاش في عملاء كتير في المطعم بتاعهم وانهم نفسهم المطعم يرجع مليان عملاء زي زمان. وبيقول له تقريبا كده ما بقاش حد بيحب يسمع الجاز وهو بيتعشى اليومين دول. وتاني يوم بتكون ماجي مع جاك في محطة الإذاعة وبيقدموا حلقة البث التجريبي للبرنامج بتاعهم. ووقتها واحد من المستمعين بيسألهم امتى اقدم حبيبتي لأهلي؟ فماجي بتقول له والله لو بتحبها هتبقى عاوز تقدمها ليهم بأسرع وقت. وجاك بيقول له إن أصعب حاجة في أي علاقة هي إنك تعرف أهلك على حبيبتك، ولو المقابلة دي عدت على خير يبقى أنت كده عديت ليفل الوحش وأي حاجة هتيجي بعد كده سهلة. لا طلعوا زينا يا جماعة اطمنوا.
المهم لما البرنامج بيخلص ديب بتقول لهم بصراحة مش عارفة اجيبها لكم ازاي، بس البرنامج عجب الناس والمنتج وعاوزينكم تقدموا حلقة رأس السنة، بس هتقدموا فيها هانتر وسيرينا لعيلتكم في بث مباشر قدام الناس كلها. وطبعا ماجي وجاك بيرفضوا، ولما بيرفضوا ديب بتقول لهم بس ده بقى شرط منتج البرنامج، لان هو كده بيتغذى على مشاعر الناس، ودي فرصتكم الوحيدة علشان برنامجكم يتذاع على مستوى امريكا كلها. ولما ماجي بتسألها على المكان اللي هيقدموا فيه البرنامج ديب بتقولها انهم لسه بيدوروا على مكان ما يكونش لسه اتحجز لليلة رأس السنة. وهنا بيستغل جاك الفرصة وبيقول لها انهم ممكن يقدموا البرنامج من المطعم بتاع اهلهم. فالفكرة بتعجب ماجي وبتقول لجاك ان دي هتكون دعاية مجانية للمطعم، وبكده كل الاطراف هتستفيد. فديب بتقول لهم انهم كده جهزوا كل حاجة وما بقاش فاضل غير موافقة هانتر وسيرينا، وبتطلب منهم انهم يأكدوا عليها بالليل ان هانتر وسيرينا موافقين. وفي اللحظة دي ما بيقدروش يتمالكوا نفسهم من الفرحة، وجاك بيشيل ماجي وبيلف بيها كده برويتا. وفي نفس ذات اللحظة برضو كأي فيلم عربي قديم بيوصل هانتر وبيشوف المشهد العاطفي الفظيع ده قدامه، فبيلم اللي باقي من كرامته وبياخدها من قصرها وبيمشي. وبتروح ماجي هي وجاك للمطعم وبيبلغوا أهلهم بالخبر ده، وطبعا بيوافقوا وبيقولوا لهم إن دي فرصة كويسة ومش لازم يضيعوها من إيديهم. ولما بترجع ماجي البيت بتفضل تتصل بهانتر لكنه ما بيردش عليها، ولما بيرد عليها بيقول لها شفتكوا انت وجاك النهارده في الشغل، واتأكدت ان انتوا بتحبوا بعض، وانا ما عنديش استعداد ابقى المهزأ في رواية احدهم. فبتحاول ماجي تقنعه انهم مجرد اصحاب، بس باب بيتها بيخبط وبيطلع انه جاك. ولما هانتر بيسمع صوته بيقفل السكة في وشها. ولما جاك بيسألها ايه اللي حصل بتقول له ماجي ان هانتر سابها، فبيقول لها كملت، انا كمان سيرينا سابتني. وعشان يغسلوا احزانهم بيخرجوا يتمشوا مع بعض. فماجي بتقول له شوف احنا بنحل المشاكل للناس بس احنا مش عارفين نحل مشكلتنا. فجاك بيقول لها ان في واحده من المتابعين بتوعهم بتطلب منهم انهم يرتبطوا، وجالها 2000 لايك على التعليق بتاعها. فبتقول له ايه ده، مش فاهمه ليه كل المعجبين بتوعنا مستنييننا نرتبط بجد، لكن ده عمره ما هيحصل، احنا اخوات طبعا. بس جاك بيقول لها ان دي هي الطريقه الوحيده علشان ننقذ البرنامج بتاعنا، وفي نفس الوقت هننقذ المطعم بتاع اهلنا، فنعمل نفسنا ان احنا ارتبطنا وخلاص. وبما ان ماجي قلبها قلب خصايه فبتوافق من غير تفكير. وتاني يوم في محطة الإذاعة جاك بيسألها تفتكري هنقدر نقنع ديب إن إحنا ارتبطنا؟ لأني بصراحة أنا نفسي مش مقتنع، أصل أنتي دايما بتحبي ترتبطي بالمثقفين وأنا بحب أرتبط بالبنات الحلوين. فبتبصله ماجي شزرا وبتقوله ما هو الذوق ده أصلي نعمة من عند ربنا. فجاك بيقول لها بقول لك إيه، ديب زمانها جاية دلوقتي، وعشان تقتنع إن أنا وأنتي بنحب بعض لازم تشوفنا وإحنا بندو يو لاف مي دو يو سوا. فبتقوله لا نفسي مش جايباني الحقيقة، وبعدين هو أنت آخر مرة غسلت فيها أسنانك إمتى؟ فبيقولها الأسبوع اللي فات، مالك في إيه؟ ولما بيحسوا بديب بتقرب من مكتبهم بيتظاهروا إنهم بيدو لاف مي مع بعض. وهنا بيدخل أبو وأم جاك وبيتصدموا من اللي شافوه، وأمه بتقوله أخيرا حققت لي أمنية حياتي. وفي نفس اللحظة بتدخل ديب، ولما بتلاقي الراجل ومراته مسبهلين بتقول لهم هو في إيه؟ فبيقولوا لها إن ماجي وجاك أخيرا ارتبطوا. وفي الأول ديب ما بتبقاش مستوعبة، بس بعد كده بتقول لهم أخيرا اعترفتوا لبعض بحبكم، ده كان باين عليكم قوي من مناقرتكم في بعض طول الوقت ان انتوا بتحبوا بعض من زمان. وساعتها ابو جاك بيقول له انا بقى هرجع المطعم علشان اقول لستيف ان احنا اخيرا هنبقى نسايب. وفي طريقهم للمطعم بعد الشغل ماجي بتقول لجاك هنعمل ايه لو اهلنا كشفونا؟ فجاك بيقول لها يا ستي مش هيكشفونا، واحنا بعد حفلة راس السنة هنقول لهم اننا مش مناسبين لبعض واننا ما ينفعش نكون غير اصدقاء وبس، زي اي واحد بينفض لاي واحدة عادي يعني. ولما بيدخلوا المطعم بيكون جاك خايف من رد فعل ستيف، لكنه بيتفاجئ انه بيهنيه وبيخليه يفتح اغلى ازازة عصير في المحل علشان يشربوا منها احتفالا بالمناسبة السعيدة دي. وتاني يوم الصبح في الإذاعة بتطلب ماجي من متابعينها ما ينسوش يشتروا تذاكر حفلة رأس السنة اللي هيقدموها في مطعم الجاز. ولما بيخلصوا البرنامج دي بتقول لهم إن جاد عازمهم على حفلة استقبال بالليل في بيته، وبتقول لهم إنها قالت لجاد على خبر ارتباطهم لأن جاد ما بيحبش المفاجآت. وبعد الشغل بيروحوا المطعم، وهناك ماجي بتلاقي هانتر مع بنت تانية، فبتتصدم وبتخرج من المطعم وبتقول لجاك أنا مش مصدقة إنه قدر يموف أون تاني بالسرعة دي، مع إني ما تعوضش خالص يعني.
وبتطلب من جاك انه يسيبها لوحدها، وبنتنقل لبيت ماجي علشان نشوفها وهي متضايقه وقاعده تعيط. وساعتها الباب بيخبط وبتلاقي جاك قدامها ومعاه زلاجه التلج، وبيقول لها تغير هدومها علشان يروحوا يتزحلقوا على الجليد. ولما بتقول له انه مودها وحش ومش هتقدر تخرج، بيقول لها انه جاب لها نفس الزلاجه اللي كانوا بيتزلجوا عليها وهم صغيرين، وبيفكرها لما اتصاب وهي جرته بيها ساعتين لحد ما وصلوا للمستشفى. وهنا ماجي بتقول له ياه يا عبد الصمد انت لسه فاكر؟ طب ثواني واكون جاهزه. وبيروحوا يتزلجوا وبيقضوا اليوم كله مع بعض. ولما جاك بيوصلها للبيت بتشكره على اليوم الحلو اللي قضوه مع بعض. وهنا بنعرف ان سبب فشل معظم العلاقات ان مفيش عندنا تلج نتزحلق عليه. المهم بالليل بتكون ماجي مع اختها في المطعم، ووقتها اختها بتقول لها انا عارفه انك بتحبي جاك من زمان، بس انت خايفه يكسر قلبك تاني زي ما عمل في حفله التخرج لما طلب من بيانكا انها تروح معاه الحفله وسابك انت. وفي الوقت ده ابوهم بيوصل وبيقول لهم انه متحمس جدا للحفله، واجر اغلى فرقه جاز في البلد علشان تعزف فيها، وكمان هيشتري بدله جديده علشان يحضر بيها الحفله. وهنا ديب بتتصل بماجي وبتقول لها ان كل تذاكر الحفله اتباعت. وبالليل بيروحوا جاك وماجي لحفلة الاستقبال اللي عاملها جاد. ولما بيقابلوا جاد بيقول لهم المعجبين بتوعكم هينبهروا بحفلة رأس السنة، بس استأذنكم لو ما فيهاش إساءة أدب، يعني إن يومها أول ما الساعة تدق 12 لازم انتوا الاتنين تدو يو لاف مي دو يو دو قدام المعجبين بتوعكم عشان المصداقية بس. وبعد الحفلة بيروحوا يتعشوا في المطعم وبيستعيدوا ذكريات الطفولة بتاعتهم. وماجي بتعزم جاك على العشاء في بيتها تاني يوم الساعة 7. وتاني يوم بيكونوا كلهم في المطعم بيجهزوا للحفلة. وساعتها ستيف بيسأل على جاك، ولما بيوصل بياخده معاه بره المطعم وبيقول له أنا طول عمري كنت مستني اليوم اللي هترتبط فيه ببنتي. وبيقول له أنا مراتي كانت شايفة إن أنت وماجي مخلوقين لبعض. وبيطلب منه يحافظ على بنته وبيديله خاتم جواز مراته المتوفية. وبيقول له لما تفكر تتجوز بنتي ابقى أقدم لها الخاتم ده، لأن وصية مراتي قبل ما تموت كانت إنك تقدم لبنتها خاتم الجواز بتاعها لما تيجي تعرض عليها الجواز. وهنا جاك بيبان عليه إنه اتأثر بكلام ستيف وبيقول له انه مش هيقدر ياخد منه الخاتم، لكن ستيف بيصمم على موقفه وبيسيبه وبيدخل المطعم. ولما بيخرج جاك من المطعم بيكون باين عليه انه متأثر باللي ستيف عمله معاه، لدرجة انه ما بياخدش باله وبيخبط في واحدة وهو ماشي. وبتطلع الواحدة دي هي بيانكا الاكس بتاعته من ايام المدرسة، واللي بتفضل تسأله اخبارك ايه، وبتقوله انها بتتابع البرنامج بتاعه. وبتطلب منه يشربوا حاجة مع بعض في اي مكان ويقعدوا يتكلموا شوية، فبيوافق. وفي نفس الوقت بتكون ماجي بتحضر العشاء لعزومة جاك عندها. اما جاك فبيفضل يحكي لبيانكا عن حياته، وساعتها بتقول له انها سابته لانها كانت عارفة ان ماجي بتحبه. ولما بيقول لها ان كلامها غلط وان هو وماجي كانوا وقتها مجرد اصدقاء، بيانكا بتقول له انه في اليوم اللي عرض عليها انها تروح معاه لحفلة التخرج سمعت ماجي وهي عمالة تعيط في حمام المدرسة. فبيتصدم جاك من كلام بيانكا اللي ما كانش يعرف عنه اي حاجة. وساعتها بيفتكر ميعاد العشاء في بيت ماجي، فبيسيب بيانكا وبيمشي بسرعة. ولما بيروح لبيت ماجي بتطلب منه يرجع لبيته، لكنه بيطلب منها تسامحه. ولما ماجي بتسأله ايه اللي خلاك ما تجيش في ميعادك، بيقول لها انه قابل بيانكا بالصدفة وراحوا مع بعض مطعم علشان يعرفوا اخبار بعض. فطبعا هو كده بوظ الموضوع خالص. فبتقول له ماجي بقى انت عمرك ما هتتغير وكلام من ده. فجاك بيقول لها ان مفيش حد عنده اهم منها وانها صديقة عمره واحسن حاجة في حياته. فبتقول له صديقة طبعا، ما انا دايما رقم 2 في حياتك، وانت ما بتقربش ليا الا لما ما بتلاقيش واحدة تعبرك، وانا مش هقبل بالوضع ده تاني. وعلى رأي هانتر انا مش هبقى المهزأة في رواية احدهن. فجاك بيقول لها بس انا علاقاتي ما بتطولش كتير وخايف اربطك معايا وارجع اخسرك. وبيقول لها انهم ما ينفعش يتراجعوا دلوقتي عن اللي قرروا يعملوه لانهم بكده هيخسروا البرنامج بتاعهم. فماجي بتقول له ان اهم حاجة عنده هي البرنامج وبس، وبتقول له انه لو بيحبها هيضحي بكل حاجة في حياته عشانها. وبتطلب منه يخرج ويسيبها. وبعدها بتتصل بابوها وبتقول له انها عايزة تتكلم معاه. وبتروح له المطعم وبتسأله انت عرفت ازاي ان ماما بتحبك. فبيقول لها على موقف مؤثر جدا، وهو انه قبل ما يتجوز مامتها كان بيشتغل عامل، وفي يوم كان بينظف المخزن اللي في بيتها، وهي كانت بتخاف من العناكب علشان كده ما كانتش بتدخل المخزن، لكن لما سمعته وهو بيقع دخلت المخزن علشان تطمن عليه. ويومها عرف انها بتحبه بجد لما ضحت التضحية الفظيعة دي ودخلت المخزن اللي فيه عناكب. وبيقول لها ان لو جاك بيحبك بجد هيضحي علشانك بكل حاجة وهيعلن عن حبه ليكي قدام الدنيا كلها. وتاني يوم بتوصل ماجي متأخر للشغل وبتتجاهل جاك، ولما بيكلمها مش بترد عليه. وبعد الشغل بتروح لوحدها المطعم، وهناك بتقابل هانتر وبتسأله عن حبيبته اللي شافتها معاه. فبيقول لها انها اخته اصلا، بس وقتها بتقول له ماجي انت تستاهل واحدة تحبك بجد. وبتعترف له انها بتحب جاك من زمان، وهي من زمان قوي وهي مهزأة يعني، وبتطلب منه ان هم يكونوا صحاب.
وهنا جاك بيشوفها وهي مع هانتر في المطعم وبيفتكر ان هم رجعوا لبعض والموال الاسود ده مش هنخلص منه، فبيروح لابوه المطعم وبيقول له انه اتخانق مع ماجي وخايف انها تضيع منه، فابوه بيقول له انه لازم يثبت لها انه بيحبها ويشوف ايه اللي ممكن يعمله علشان يسعدها. فبيشكره جاك وبيقول له انا عرفت انا هعمل ايه علشان ترجع لي. وبالليل في ميعاد الحفله عدد الحضور بيكون كبير جدا وجاك بيوصل الاول، ووقتها جات بيقول له انه قرر ينتج برنامج لكل واحد فيهم لوحده، وبيقول له انه عرض الفكره على ماجي ووافقت. فبتبان الصدمة على جاك لأن ماجي وافقت تشتغل لوحدها من غيره، ولما بتوصل ماجي بيبدأوا يقدموا الحفلة، لكنها ما بتقدرش تكذب على الناس وبتقول لهم إن هي وجاك انفصلوا عن هانتر وسيرينا، فقرروا يمثلوا قدامهم إن هم ارتبطوا ببعض، لكنها مش هتقدر تخدعهم أكتر من كده لأن جاك مش بيحبها وبتسيب المايك. وهنا جاك بيمسك الجيتار وبيغني لها الأغنية اللي هي كتبتها في المدرسة علشان جاك يغنيها، واللي بتكون كلماتها إنه دلوقتي متأكد إن هي حب حياته اللي كان بيحبها من زمان وهيفضل يحبها طول عمره. ولما بيخلص الأغنية ماجي بتروح له وبتقول له أنا مش مصدقة بجد، أنت غنيت لي قدام كل اللي موجودين في الحفلة؟ فبيقول لها في إيه يا بنت، أنت مراتي وأنا بحبك وعمري ما هقدم برنامج من غيري. ووقتها هي كمان بتقول لجاد إنها مش هتقدم برنامج من غير جاك، وطبعا هنا بيقول لها do you love me، فبتقول له do you معروفة يعني. وبتعدي سنة وهما مع بعض، وفي يوم بيكونوا بيتزحلقوا فيه بنفس ذات الزلاجة، فجاك بيفاجئها وبيعرض عليها الجواز وبيقدم لها خاتم مامتها، فبتوافق تتجوزه وبتلبس الخاتم زي ما كل الناس لبسته. ويلا بقى نقابلكم في محكمة الأسرة بعد كام شهر إن شاء الله. والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموال البامبي المسخسخ ده، قوم يا بت اتزحلقي معايا على الجليد، حبك هيزيد اكيد وهتلاقيه طلب منك الجواز، بس بعد شهرين بالظبط هتضربوا بعض بالطوب والازاز. وشكرا يا فندم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك.